بيبدأ الفيلم في اليابان بعميلة للمخابرات الأمريكية اسمها إيف، وبتكون إيف واقفة فوق سطح مبنى بيكون ساكن فيه زعيم عصابة اسمه كينجي، وبعدها بتمسك إيف في الحبل وبتنزل من على سطح المبنى وبتهجم على الحارس اللي قدام البيت وبتقتله. وفي نفس الوقت كينجي بيكون في مكتبه وبيتكلم في التليفون، وفجأة بيلاقي إيف بتحط مسدس على دماغه وبتطلب منه يفتح خزنته ويسلمها الفلاشة اللي معاه، فبينفذ كينجي كلامها وبيفتح الخزنة. ولكن بيجي واحد من حراس كينجي وبيهجم على إيف، وفي نفس اللحظة كينجي بياخد الفلاشة وبيهرب، لكن إيف بتسيطر على الحارس وبتضرب كينجي بالنار في رجله، وبعدها بتتخلص من الحارس وبتجري ورا كينجي. وبتقدر إيف إن هي تتخلص من كل حراس كينجي اللي بيقابلوها في طريقها لحد ما بيفاجئها كينجي وبيضربها على دماغها، لكن إيف بتقوم وبترد له الضربة، وبعدها بتمسكه وبتغرقه في حمام السباحة. ولما بتتأكد إن هو مات بتاخد الفلاشة من جيبه وبتسيب المكان وبتمشي. وبعدها بترجع إيف على كرواتيا وبتدخل شقتها، وبنعرف هنا إن إيف متجوزة دكتور اسمه ديفيد، وبيظهر إن إيف وديفيد بيحبوا بعض ومبسوطين جدا في حياتهم الزوجية، وده لأن كل واحد فيهم بيكون جايب هدية للتاني بمناسبة ذكرى جوازهم. وفي اليوم اللي بعده بتروح إيف على شغلها، وهناك بتقابل رئيسها اللي اسمه جرافيس، وبتروح معاه المقر السري علشان يراجعوا الملفات اللي هي جابتها على الفلاشة. وبنعرف إن إيف بتدور ورا مجرم دولي اسمه كالي، ومن خلال الملفات بيظهر إن كالي بينفذ عملية لحساب كينجي. وبنفهم من كلام إيف وجرافيس إن هما مش عارفين هوية كالي الحقيقية. وبعدها جرافيس بيطلب من إيف إن هي تاخد باقي اليوم أجازة علشان هي لسه راجعة من السفر. ولما بترجع إيف على البيت بتسلم على جارتها أبي وجوزها نيك، وبعدها بتدخل بيتها وبتنصدم لما بتلاقي البيت متكسر، وبتلاقي نضارة جوزها ديفيد مرمية على الأرض. وبعدها تليفون ديفيد بيرن، ولما بترد إيف بتلاقي واحد بيهددها بقتل جوزها، وده في حالة إن هي ما تعاونتش معاه ونفذت كلامه. وبيقول لها إن هو عاوزها تسرق ملف موجود مع شخص اسمه ستوكا، وبيعرفها إن ستوكا مخبي الملف ده جوه أسنانه. وبيقول لها إن ستوكا مسجون في مكان سري تابع للمخابرات الأمريكية، وبيديها رقم ملف ستوكا وبيديها مهلة 9 ساعات بس علشان تنفذ المهمة. وبيوصف لها مكان تليفون عمومي في الشارع هيرن الساعة 12 بالليل، ولو هي ما ردتش على التليفون وكان معاها ملف الكناري الأسود جوزها هيموت. وبيأكد عليها إن هي ما تبلغش المخابرات باللي حصل وبينهي المكالمة. وبعدها بتتصل إيف بواحدة بتشتغل هاكر اسمها سورينا، وبتديها رقم تليفون الراجل اللي كلمها وبتطلب منها تحدد مكان التليفون ده، وبتهددها إن هي لو رفضت فهي هتبلغ جهاز الأمن الروسي بعملية الاختراق اللي هي قامت بيها قبل كده. فبتتوتر سورينا وبتوافق إن هي تساعدها. وبعدها بترجع إيف على شغلها، ولما جرافيس بيشوفها بيستغرب لأن هو اداها أجازة، لكن إيف بتقوله إن هو عارف إن هي مش بتحب الأجازات. وبعدها بتقعد إيف على مكتبها وبتبحث عن ملف ستوكا، وبيظهر إن الملف ده مشفر، ولكن إيف بتكتب الرقم اللي خدته من الراجل اللي اتصل بيها وبتفتح الملف. وبتعرف إيف إن ستوكا اتسجن بسبب التجسس وسرقة معلومات سرية. وبتعرف كمان إن الضابط المسؤول عن العملية دي اسمه ماكس. وساعتها بتيجي لإيف رسالة من سورينا بيكون فيها المكان اللي تمت منه المكالمة، فبتروح إيف على العنوان بسرعة، وهناك بتطلع تليفونها وبتتصل على الرقم. وبعدها بتسمع صوت التليفون بيرن وبتمشي ورا الصوت لحد ما بتدخل جوه أوضة فاضية وبتلاقي فيها التليفون وجنبه دبلة جوزها. وبعدها التليفون بيرن فبتمسكه إيف وبترد على المكالمة، وساعتها بيعرفها الشخص اللي بيكلمها إن هي اتصرفت غلط، وبيحذرها من إن هي تدور وراه وإلا هيقتل جوزها. وبيقول لها إن هي حاليا واقفة فوق لغم كعقاب ليها على اللي هي عملته وبينهي المكالمة. وبعدها بتتحرك إيف بهدوء شديد وبتشيل جزء من أرضية الغرفة وبتصور اللغم بتليفونها، وده علشان تحدد نوع اللغم وتوصل للطريقة المناسبة للتعامل معاه. وبتكسر إيف رجل الترابيزة اللي قدامها، وبعدها بتشيل رجليها من فوق اللغم وبترميه بره الأوضة، وبينفجر اللغم بعيد عنها وبيسبب دمار كبير. وبعدها بتروح إيف على مكان سري تابع للمخابرات، وبنعرف إن المكان ده محبوس فيه ستوكا. وساعتها إيف بتقابل الضابط المسؤول عن المكان واللي اسمه ماكس، وبتطلب منه إن هي تقابل ستوكا. فبيقول لها ماكس إن هي ما عندهاش صلاحيات علشان تقابل مسجون زي ستوكا، فبتقول له إن ستوكا ليه علاقة بقضية هي بتحقق فيها، وبتحكي له عن زعيم العصابة اللي اسمه كينجي. فبيوافق ماكس إن هي تقابل ستوكا، وبيعرفها إن هو هيراقبها من الأوضة اللي جنبها. وأول ما بتدخل إيف لستوكا بتسأله عن ملف الكناري الأسود، وبتقول له إن هي هتساعده علشان يخرج من السجن، لكن ستوكا بيرفض يتكلم معاها وبيشتمها. فبتهجم عليه إيف وبتضربه وبتوقعه على الأرض.
وبعدها بتطلع من بقه الضرس الصناعي اللي فيه الملف، لكن إيف بتتفاجئ إن الضرس فاضي. وفي اللحظة دي بيدخل ماكس علشان يقبض عليها لأن هي خدعته، لكن إيف بتمسك دراعه وبتوقعه على الأرض، وبعدها بتهرب من المكان بسرعة. وساعتها ماكس بيشوف الضرس الصناعي على الأرض وبيفتكر إن إيف معاها ملف الكناري الأسود، فبيدي أمر بإغلاق المكان بالكامل والقبض على إيف. فبيبدأ كل اللي موجودين يطاردوا إيف علشان يقبضوا عليها، ولكن إيف بتستخدم مهاراتها وبتتخلص منهم كلهم، وبتخرج من المكان وبتحط ورا الباب صندوق كبير علشان محدش يخرج وراها. وفي اللحظة دي بيتفاجئ جرافيس لما صورة إيف بتظهر على الشاشات، وبيكون مطلوب القبض عليها. وبعدها ماكس وجرافيس بيكلموا إيفانز رئيس المخابرات، وساعتها إيفانز بيلوم على ماكس لأن ملف الكناري الأسود كان قدامه طول الوقت وهو معرفش يوصله. وهنا بيتدخل جرافيس وبيقول لإيفانز إن هو عارف إيف كويس من وهي عمرها 18 سنة، وإن هي مستحيل تكون خاينة وبتشتغل لحساب حد غيرهم، وبيسألوا عن الملف اللي هي سرقته. فبيقول له إيفانز إن الملف ده على درجة عالية من السرية لأن فيه معلومات كاملة عن كل الموظفين اللي بيشتغلوا في المخابرات والإدارة الأمريكية، وإن أي جهة أمنية هتوصل للمعلومات دي هتقدر تبتز الموظفين ويشغلوهم جواسيس لحسابهم. وبعدها جرافيس وماكس بيدوروا ورا ديفيد جوز إيف، وده على أمل إن هم يوصلوا لأي معلومة يعرفوا بيها مكانه. وساعتها إيف بتتصل بجرافيس من تليفون بيته، فبيكلمها على إن هي مراته علشان يفهم منها إيه اللي حصل من غير ما ماكس ياخد باله. وبتقول له إيف إن في حد خطف ديفيد وإن اللي خطفوه عايزين ملف الكناري الأسود، وبتأكد له إن هي ما لقتش الملف مع ستوكا زي ما هما فاهمين. وبتقول له إن هو ممكن يروح بيتها علشان يتأكد إن ديفيد اتعرض للخطف، فبيصدق جرافيس كلامها وبيروحوا هو وماكس على بيت إيف، لكنهم بيتفاجئوا إن البيت سليم ومفيش أي حاجة تدل على إن ديفيد اتخطف. وفي نفس الوقت ده إيف بتقابل شخص اسمه أربين، وبنعرف إن أربين من المرتزقة اللي بيشتغلوا لحساب اللي يدفع أكتر، وبتطلب منه إن هو يجيب لها معلومات عن كل العملاء الأجانب اللي موجودين في البلد، وبتديله ورقة فيها طلبات هي محتاجاها. وبعدها بتروح إيف على شقتها اللي محدش يعرف عنوانها، وأول ما بتدخل بتسحب مسدسها من تحت الترابيزة، وده في نفس اللحظة اللي بيهجم عليها شخص مجهول، لكن إيف بتقدر تتغلب على الشخص ده وبتقتله. وبعدها بتدخل المطبخ وبتطلع شنطة هي مخبياها في مكان سري، وقبل ما إيف تفتح الشنطة بتلاقي تليفون الشخص اللي هي قتلته بيرن، فبترد على المكالمة وبتعرف إن اللي كلفها بالمهمة سرق فلوسها اللي كانت في الشنطة علشان ما تشغلش بالها بأي حاجة تانية وتركز في مهمتها. فبتقول له إيف إن هي ما لقتش الملف مع ستوكا، ولكن اللي بيكلمها ما بيصدقهاش وبيكون فاكر إن هي بتكذب. هو بيكلمها فيديو بيوريها جوزها وهو بيتعذب، وبيعرفها إن هي قدامها 4 ساعات بس وتسلمه الملف. وبعدها بتبعت إيف رسالة مشفرة لجرافيس علشان يقابلها، ولما بتقابله بيقول لها إن البيت ما كانش فيه أي آثار على خطف ديفيد. فبتقول له إيف إن ده أمر طبيعي لأن هي بتتعامل مع ناس محترفة مش هيسيبوا أي دليل وراهم. فبيقول لها جرافيس إن هي حتى لو وصلت للملف ده مستحيل تسلمه لحد لأن ساعتها هي هتعتبر خاينة لبلدها. وفجأة بيوصل ماكس ورجالته علشان يقبضوا على إيف، وبتكون إيف مصدومة إن جرافيس خدعها، لكنه بيقول لها إن هو بيحميها لأن حياتها معرضة للخطر. وأثناء ما بيكونوا راجعين على مقر المخابرات بتظهر عربيتين بيكون فيهم أشخاص مقنعين، وبيقربوا من عربيات ماكس ورجالته وبيلزقوا فيها متفجرات، وبعدها بيفجروا واحدة منهم والتانية بيفجروا بابها علشان يهربوا إيف. ووقتها بيشتبك ماكس ورجالته في تبادل إطلاق نار مع المقنعين، وبيتحرك جرافيس بعربيته وبيزق عربية من عربيات المقنعين وبيخبطها في الترام. وفي نفس اللحظة العربية التانية بتخبط في عربية إيف وماكس وبيعملوا حادثة، ولكن إيف بتخرج من العربية من غير أي إصابات، وبتاخد بندقية وقنبلة وبتروح ناحية عربية المقنعين وبتفتح النار على كل اللي فيها، وبعدها بترمي عليها قنبلة وبتفجرها. ولكن بيكون في واحد من المقنعين لسه عايش وبيجري ورا إيف، وساعتها جرافيس بيكون شايف اللي بيحصل ولكنه بيكون مصاب ومش قادر يتحرك. وبتستخبى إيف لحد ما بيقرب منها المقنع وبتهجم عليه وبتدور بينهم معركة قوية، ولكن إيف بتقدر إن هي تطعن المقنع ده بالسكينة، وبعدها بترفع القناع من على وشه وبتنصدم لما بتلاقيه جارها اللي اسمه نيك.
فبتسأله عن مكان ديفيد ولكن نيك بيكون خلاص مات، فبتطلع إيف تليفون نيك من جيبه وبتصوره، وبعدها جرافيس وماكس بيكونوا في مقر المخابرات وبيتفاجئوا لما إيف بتبعت لهم صورة نيك. فبيتعصب جرافيس لأنه عارف إن نيك يبقى جار إيف، وبيطلب من كل اللي في المكتب إن هم يدوروا ورا نيك ويعرفوا هو بيشتغل لحساب مين. وفي مكان تاني بنشوف أبي مرات نيك متعصبة بسبب موت جوزها، ولكن رئيسها اللي اسمه بريزينوف بيتعصب عليها وبيعرفها إن الجنود دايما بيموتوا وده شيء طبيعي في شغلهم. وبعدها بيقتل آخر واحد من الرجالة اللي كانوا في المهمة مع نيك، وبنروح لإيف اللي بتقابل أربين وبتعرف منه أسماء العملاء السريين اللي موجودين في المدينة، وبيكون من ضمنهم العميل كالي اللي بتطارده من سنين. فبتسأله عن نيك وبتعرف منه إن اسمه الحقيقي هو روري، وإن هو عميل سري بيشتغل لحساب أجهزة مخابرات كتير. وبعدها إيف بتاخد من أربين شنطة فيها الحاجة اللي هي طلبتها منه وبتمشي. وفي الوقت ده إيفانز بيروح يقابل مدير المخابرات الكرواتي واللي بيكون هو نفسه بيريزينوف اللي طلب ملف الكناري الأسود من إيف. ووقتها بيريزينوف بيلوم إيفانز وبيعرفه إن هو مش هيسمح باستمرار أعمال العنف على الأراضي الأوكرانية. فبيعتذر له إيفانز وبيقول له إن هم بيطاردوا عميلة سرقت منهم ملفات سرية، وبيعرض عليه إن هم يتعاونوا سوا علشان يوصلوا لإيف، وبريزينوف بيوافق. وبعدها بنشوف إيف وهي بتحجز غرفة في فندق وبتصمم إن هي تنزل في غرفة معينة بحجة إن هي بتحب المنظر اللي بتطل عليه الغرفة. وأول ما بتدخل الغرفة بتفتح الشنطة اللي خدتها من أربين وبيكون فيها مسدس وقنبلة صغيرة وقناع. وبعدها بتخرج إيف من الشباك وبتتحرك بهدوء لحد ما بتوصل لغرفة تانية وبتكسر إزازها وبتدخلها. وفي الوقت ده بيكون إيفانز في نفس الفندق ده وبيكون رايح أوضته علشان ينام. وأول ما بيدخل بتهجم على إيف وبتلبسه القناع وبعدها بتقعده على الكرسي وبتربط إيديه. ووقتها بيصرخ إيفانز بصوت عالي ولكن صوته ما بيطلعش. فبتعرفه إيف إن القناع اللي هو لابسه ده كاتم للصوت، وبتقوله إن هي مش خاينة وإن في حد خطف جوزها وإن اللي خاطفينه عايزين ملف الكناري الأسود. وبعدها بترفع مستوى الصوت علشان تسمعه وبتطلب منه كلمة مرور الكمبيوتر بتاعه علشان تاخد نسخة من ملف الكناري الأسود، لكن إيفانز بيرفض فبتكسر له صباعه. فبيصرخ إيفانز من شدة الألم وبيضطر إن هو يقول لها على كلمة المرور، ولكن إيف بتكتشف إن هو اداها أرقام غلط فبتكسر له صباعه التاني. فبيديها كلمة مرور تانية ولكنها برضه بتكون غلط. فبتطلع إيف القنبلة وبتحطها في رقبته وبتعرفه إن هي هتقتله لو فضل يلعب معاها. فبيخاف إيفانز وبيديها كلمة مرور تالتة وبتكون الكلمة غلط برضه، وساعتها حساب إيفانز بيتجمد وما ينفعش يتفتح غير من على الخوادم الرئيسية. فبتتعصب إيف لأن إيفانز قدر يخدعها وبتضربه ضربة قوية وبيغمى عليه. وبعدها بتتصل إيف بسورينا وبتطلب منها إن هي تخترق قاعدة بيانات المخابرات الأمريكية في أوكرانيا وتجيب منها عنوان المبنى اللي فيه خوادم الإنترنت الخاصة بيهم. وبعد شوية وقت بتكون سورينا قدرت تخترق قاعدة البيانات وعرفت مكان المبنى. وبعدها بتدي إيف جهاز بيفك شفرة أي باب إلكتروني وبتبعت لها مخطط تفصيلي للمبنى على تليفونها. وبعدها بتمسك إيف في طيارة بدون طيار بتتحكم فيها سورينا، وبتقدر سورينا إن هي توصل إيف لحد المبنى اللي فيه الخوادم. وبتدخل إيف جوه المبنى وبتروح عند غرفة الخوادم وبتستخدم جهاز فك الشفرات وبتفتح باب الغرفة. وأول ما بتدخل بتروح عند الجهاز الرئيسي وبتحط فيه بطاقة هوية إيفانز. وبعدها بتبحث عن ملف الكناري الأسود لحد ما بتلاقيه وبتبدأ تنسخه على فلاشة. وفي الفندق بنشوف سكرتيرة إيفانز رايحة على أوضته وده علشان تبلغه إن في حد استخدم بطاقة هويته في غرفة الخوادم، ولكن السكرتيرة بتخبط على الباب ومحدش بيفتح لها. فبتأمر الحراس إن هم يفتحوا الباب بالمفتاح اللي معاهم. ووقتها كلهم بينصدموا لما بيشوف اللي حصل لإيفانز وبيشيلوا القناع والقنبلة من عليه بسرعة. وبعدها بيعرفهم إن إيف سرقت بطاقة هويته وإن هي بتحاول تسرق ملف الكناري الأسود. فبتبلغ السكرتيرة المسؤولين عن غرفة الخوادم وبتعرفهم إن هم بيتعرضوا لعملية سرقة، وساعتها أجهزة الإنذار بتشتغل في المبنى بالكامل. ولكن إيف بتكون خلاص خدت نسخة من الملف. وبعدها بتخرج من الغرفة وبتلاقي أفراد الأمن قدامها، فبتطلب من سورينا إن هي تبعت لها الطيارة وبتشتبك إيف مع أفراد الأمن في تبادل
دول إطلاق نار وبتقدر تهرب منهم، وبتجري ناحية الشباك وبتضرب الإزاز بالنار، ووقتها الطيارة بتكون وصلت وبتنط إيف من الشباك وبتمسك في الطيارة، لكن باقي أفراد الأمن بيضربوا نار على الطيارة وبيعطلوها، فبتنزل الطيارة على الأرض بسرعة، ولكن إيف بتسيب الطيارة وبتقع على العربية في الشارع وبعدها بتقع على الأرض، وبيشوفها واحد سايق عربيته وبينزل علشان يطمن عليها، فبتوقفوا إيف وبتاخد عربيته وبتروح تقابل سورينا، وبتحط إيف الفلاشة في الكمبيوتر بتاع سورينا علشان تعرف محتويات الملف، ووقتها بتنصدم إيف لما بتكتشف إن الملف ده عبارة عن فيروس خطير، وده لأنه بيقدر يعطل الإنترنت في أي دولة في العالم في خلال ثواني، وده معناه إنه هيحصل شلل تام في كل أجهزة الدولة دي. وساعتها بتكتشف إيف إن مش فاضل غير 6 دقايق على الساعة 12، فبتاخد الفلاشة وبتدمر كمبيوتر سورينا وبتاخد منها تليفونها وبتبعت منه رسالة لجرافيس علشان يتعقب التليفون ده ويوصل لها، وبعدها بتركب إيف العربية وبتسوقها بسرعة كبيرة، لكنها بتخبط في عربية تانية وبتعمل حادثة، ولكن بتنزل إيف من العربية وبتجري بسرعة على التليفون، وساعتها التليفون بيرن وبترفع إيف السماعة علشان ترد، لكنها بتكون اتأخرت والمكالمة انتهت، فبتقف قدام التليفون على أمل إن هو يرن تاني، ولكن بيظهر شخص من وراها وبيضربها بصاعق كهرباء، وبعدها بيقرب منها وبيحقنها بمخدر، وبعد شوية وقت بنشوف فيريزينوف بيلبس قناع وبيعمل بث مباشر، وفي مكان تاني بيكون في اجتماع دولي بيحضروا كل رؤساء دول العالم، واللي بيتفاجئوا كلهم بالبث المباشر اللي بيعمله فيريزينوف، وساعتها فيريزينوف بيقول إن هو معاه فيروس إلكتروني أخطر من القنبلة النووية، وبيعرفهم إن هو يقدر يهاجم أي دولة ويعطلها بالكامل، وعلشان يخليهم يصدقوه بيجرب الفيروس على دولة سنغافورة، وكل أنظمتها بتتعطل والكهرباء بتنقطع فيها بالكامل في خلال ثواني، وبيقول فيريزينوف إن كل دولة لازم تدفع له 1% من إجمالي الناتج المحلي بتاعها، وبيديهم رقم حساب وبيديهم مهلة ساعة واحدة بس علشان يحولوا الفلوس، وبيعرفهم إن الدولة اللي مش هتدفع فلوس مصيرها هيكون زي مصير دولة سنغافورة وبينهي البث، ووقتها بتحصل حالة فوضى شديدة جدا وكل رئيس دولة بيتصل بمساعدينه، وده علشان يشوفوا هيتصرفوا ازاي مع التهديد ده، وفي نفس الوقت بيكون جرافيس قدر يوصل لمكان التليفون بتاع إيف، وبيدخل على الحراس وبيمثل إن هو سكران ودخل بالغلط، وفجأة بيطلع مسدسه وبيخلص عليهم كلهم، وبعدها بيكمل في طريقه وبيدخل جوه أنفاق تحت الأرض، ولكن بيتفاجئ بحارس تاني بيظهر من وراه وبيهدده بالمسدس، وبعدها الحارس ده بياخده وبيروح بيه عند بريزينوف، وأول ما جرافيس بيشوف بريزينوف ما بيكونش مستوعب إن هو ممكن يعمل حاجة زي كده وبيسأله عن مكان إيف، فبيفهم هنا بريزينوف إن جرافيس جاي لوحده وإن المخابرات ما تعرفش حاجة عن اللي هو بيعمله، فبيطلع مسدسه وبيقتله وبيطلب من رجالته إن هم يتخلصوا من جثته، وبعدها بيروح بريزينوف عند إيف وبيضربها على وشها علشان يفوقها، ووقتها بتنصدم إيف لما بتكتشف إن هو اللي ورا كل اللي بيحصل، وبتطلب منه يسلمها ديفيد حسب اتفاقهم، فبيقول لها إن هو عنده وعد وبيبعت أبي علشان تجيبه، ولكن أول ما أبي بترجع بتضرب ديفيد بالنار في بطنه، فبيقع ديفيد على الأرض وبتزعق إيف لبريزينوف وبتقول له إن ده ما كانش اتفاقهم، فبيقول لها إن أبي عايزة تنتقم لجوزها وبيسيبهم وبيمشي، وبتمسك أبي ديفيد وبتطلع السكينة علشان تقتله قدام إيف، لكن ديفيد بيتخلص منها وبتمسكها إيف في رجليها وبتخنقها، وفي نفس اللحظة بيهجم ديفيد على الحارس وبيخلص عليه، وبعدها بيحرر نفسه من قيوده وبيشتبك مع أبي في قتال عنيف، وبتستغرب ساعتها إيف من المهارات القتالية اللي عند ديفيد، وبعد ما ديفيد بيقتل أبي بيروح لإيف وبيحررها، ووقتها إيف بتسأله هو مين، وبتنصدم إيف لما ديفيد بيقول لها إن هو بيشتغل تبع المافيا، وبتنصدم أكتر لما بتعرف إن هو نفس المجرم اللي اسمه كالي اللي هي بتدور عليه، وبيقول لها ديفيد إن هو كان يعرف إن الفيروس مع المخابرات الأمريكية، وإن هو في مرة فشل في مهمة كان بينفذها لحساب بريزينوف، فقال له على المعلومة دي علشان ينقذ نفسه من الموت، فأجبروا بريزينوف إن هم يخدعوها ويفهموها إن هو مخطوف، وده علشان يخلوها تروح تجيب الملف، وبيطلب منها إن هي تسامحه، وبيعرفها إن هو عمل كده علشان يحميها هي كمان، لأن بريزينوف كان هيقتله وبعدها كان هيقتلها، وبعدها ديفيد بيقول لها إن هو هيساعدها علشان يتخلصوا من بريزينوف، وده علشان يصلح غلطته وتسامحه، لكن إيف ما بتردش عليه وبتسيبه وبتروح تدور على بريزينوف، لكنها بتتفاجئ لما بتلاقي جثة جرافيس في طريقها وبتقرب منه وبتكون حزينة بسبب موته، وفي الوقت ده ماكس بيتعقب تليفون جرافيس لأن هو اختفى فجأة وبيقدر يعرف آخر مكان هو كان موجود فيه، أما بريزينوف فبينبسط جدا لأن المساعد بتاعه اللي اسمه
ريد بيقول له إن في أكتر من دولة حولوا الفلوس على الحساب، وهو بيختار بريزينوف 3 دول من اللي لسه ما دفعوش، وبيطلب من ريد إن هو يخترق أنظمتهم بالفيروس، وده علشان يكونوا عبرة لباقي الدول اللي لسه ما دفعتش. لكن ديفيد بيكون وصل عند لوحة الكهرباء وبيدمرها، وساعتها المكان كله بيضلم، ولكن رجالة بريزينوف بيشغلوا المولدات الاحتياطية. ووقتها إيف بتكون وصلت عند بريزينوف وبتسمع ريد وهو بيقول إن باقي 10 ثواني والبرنامج يشتغل، وبنروح لديفيد اللي بيشوف واحد من الحراس وبيحاول يضربه بالنار، لكن ديفيد بيتفادى ضرب النار وبيخلص عليه. وأول ما بريزينوف بيسمع صوت ضرب النار بيطلب من رجالته إن هم يقفلوا المكان عليهم، ولكن إيف بتفتح النار عليهم قبل ما يقفلوا الأبواب، وساعتها بيحصل تبادل إطلاق نار بشكل عنيف جدا بين إيف وبين رجالة بريزينوف، وبيقرر بريزينوف إن هو ياخد ريد ويمشوا من المكان. وبعدها إيف بتخلص على آخر واحد من رجالة بريزينوف وبتروح وراهم، ولكن بيشوفها واحد من الحراس وبيكون على وشك إن هو يقتلها، لكن ديفيد بيظهر فجأة وبيقتله. وبعدها بتروح إيف ورا بريزينوف وريد، وأول ما بتشوفهم بتضرب عليهم نار وبتصيب ريد في رجله، وبعدها بريزينوف بيضرب نار على إيف ولكنها بتستخبى منه. ووقتها بريزينوف بيطلب من ريد إن هو يدمر الدول اللي هو قال عليهم، فبيزحف ريد وبيقرب من الكمبيوتر وبيشغل الفيروس. وبعدها بتظهر إيف قدام بريزينوف وبتضربه بطلقة في كتفه وبتهجم عليه علشان تقتله، ولكنه بيقاومها وبيقعوا سوا للدور اللي تحت. وبيقوم بريزينوف وبيمسك سكينة وبيكون على وشك إن هو يقتل إيف، لكنها بتقدر تسيطر عليه وبتخليه يطعن نفسه وبيموت. وبعدها بتتحرك إيف بسرعة وبتفصل الإنترنت عن جهاز الكمبيوتر قبل ما تحميل الفيروس يكتمل. وفي اللحظة دي بيجي ديفيد وبيطلب منها فرصة علشان يصلح اللي هو عمله معاها، لكن إيف بتقوله إن خلاص هي فقدت ثقتها فيه، وبتديله الدبلتين وبتعرفه إن هما مستحيل يرجعوا لبعض تاني. وساعتها بيوصل ماكس ورجالته للمكان، وبيقدر ديفيد إن هو يهرب منهم وبينط في النهر. وبعدها بيتم القبض على إيف، وإيفانز بنفسه هو اللي بيحقق معاها، وبيقول لها إن هو قبل ما يقول لها على التهم اللي اتوجهت لها هيكسر لها صوابعها زي ما كسرت صوابعه، لكن إيف بتضربه في وشه وبتكسر له مناخيره. وبيتفاجئ بعدها إيفانز بواحدة اسمها ليزا بتدخل عليهم غرفة التحقيق، وبتعرفه إن هيجيله مكالمة من رئيسه، وبتطلب منه إن هو يرد على المكالمة بره الأوضة. ووقتها بيرن تليفون إيفانز فعلا وبيكون رئيسه هو اللي بيتصل، فبيخرج من الأوضة علشان يكلمه. وبعدها بتقعد ليزا قدام إيف وبتعرفها بنفسها وبتقول لها إن هي تبقى مديرة الاستخبارات العسكرية للمملكة المتحدة. وبتكون ليزا معجبة باللي عملته إيف وبتعرض عليها إن هي تشتغل لحسابها، وده في مقابل إن هي ما تدخلش السجن. ولكن إيف بتفاجئها وبتقول لها إن محدش يعرف يسجنها، وبتوريها الكلبشات بعد ما قدرت تفكها بدبوس ورق من الملف اللي قدامها، وبتقول لها إن هي موافقة تشتغل معاها. فبتديها ليزا الكارت بتاعها وبتديها بلطو علشان تلبسه ويخرجوا من المكان. وبعدها بتكون إيف ماشية في الشارع وبيظهر إن هي لسه بتحب ديفيد وقلقانة عليه، وفجأة بتلاقي دبلة جوازها على السور اللي قدامها، فبتتأكد وقتها إن ديفيد لسه عايش. وبعدها بتاخد الدبلة وبتمشي وبيخلص الفيلم.